الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير صلاح قابيل، الله يرحمه. تاريخ ميلاده 27 يونيو 1931. تاريخ وفاته 3 ديسمبر 1992. توفى عن عمر يناهز 61 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. اسمه بالكامل محمد صلاح الدين أحمد إبراهيم قابيل. ممثل مصري، هو أخو الفنان محمود قابيل. من محافظة الدقهلية، اتنقل هو وأسرته لمحافظة القاهرة، وأكمل دراسته الثانوية والتحق بكلية الحقوق، إلا إن شغفه للتمثيل دفعه إنه يسيب الكلية علشان يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وبعد ما اتخرج منه انضم على طول لفرقة مسرح التلفزيون المصري، اللي قدم معاها مسرحيات كتيرة جدا. من المسرحيات دي شيء في صدري، اللص والكلاب، ليلة عاصفة جدا، وغيرهم كتير. وقدم في الفترة دي أفلام كتيرة جدا. من أهم الأفلام اللي قدمها طول مسيرته الفنية فيلم بين القصرين اللي اتعرض عام 1962، وفيلم زوايا المدق اللي اتعرض عام 1963، ونحن لا نزرع الشوك اللي اتعرض عام 1970، وفيلم أغنية على الممر اللي اتعرض عام 1972، ليلة القبض على فاطمة اللي اتعرض عام 1984، وفيلم البريء اللي اتعرض عام 1986، والراقصة والسياسي اللي اتعرض عام 1990. وشارك في عدة مسلسلات تلفزيونية كتيرة جدا. من أهم المسلسلات دي مسلسل دموع في عيون وقحة اللي اتعرض عام 1980، وكان من بطولة عادل إمام. وكمان مسلسل زينب والعرش اللي اتعرض عام 1979، وكان بطولة سهير رمزي. والمسلسل الشهير على الإطلاق بكيزة وزغلول اللي اتعرض عام 1986، وكان طالع بدور دكتور عمر، وكان من بطولة إسعاد يونس وسهير البابلي. وكمان مسلسل ضمير أبلة حكمت اللي اتعرض عام 1991، وليالي الحلمية الجزء الرابع اللي اتعرض عام 1992. معلومة عن مسلسل بمناسبة كلامنا عن ليالي الحلمية: هل تعلم عزيزي المشاهد عزيزتي المستمعة إن ليالي الحلمية الجزء الخامس، وهو الجزء الأخير من وجهة نظر الكاتب قبل ما يعملوا ليالي الحلمية الجزء السادس اللي اتعرض من كام سنة فاتت، إن تم حذف دور الحاج علام السماحي كله بسبب وفاته المفاجئة؟ وكلامنا دلوقتي عن مسلسل ذئاب الجبل اللي اتعرض عام 1993، وبالأخص يوم 22 فبراير 1993، وكان من إخراج مجدي أبو عميرة، ومن تأليف محمد صفاء عامر. المسلسل ده كان من بطولة سمح أنور وأحمد عبد العزيز وشريف منير ووائل نور وغيرهم كتير. الحكاية بتقول إني عم صلاح قابيل كان هيمثل دور علوان في المسلسل، وبعد ما صور مشهدين 3 توفى، فجابوا عبد الله غيث علشان يكمل الدور، وبرضه كمل نص الدور وبعد كده توفى. في مشهد شهير وهو مشهد الخناقة اللي هو بتاع دبور بيضرب علوان. لو ركزت في المشهد ده قوي هتلاقي الايد مختلفة جدا عن الوش. هتلاقي الوش وش عبد الله غيث، والايد ايد الفنان الجميل صلاح قابيل، بسبب وفاة الفنان الجميل عبد الله غيث. فطبعا المخرج معرفش يتصرف ولا يعمل حاجة، لأن هيعيد المسلسل لتالت مرة، فقرر ان هو يركب المشهد ده ما بين الجزئين، الجزء بتاع الايد والجزء بتاع الوش. ولحد دلوقتي الناس بتتفرج عليه وما تعرفش المعلومة دي، والمعلومة دي اللي قالها الفنان الجميل أحمد ماهر. قدم 236 عمل فني، ومنهم القلب وما يعشق، أحلامنا الحلوة،
اللعبة القذرة، عصر الفرسان، كريستال، الراقصة والسجان، سجينة 67، السوق، المتهمة، امرأة آيلة للسقوط، بوابة الحلواني الجزء الأول، ضرب البهلوان، دنيا عبد الجبار، شياطين الشرطة، ليالي الحلمية الجزء الرابع، مغامرات زكية هانم، ننوسة، اشتباه، الكمين، المفسدون، اليوم المشهور، تصريح بالقتل، رجل آيل للسقوط، رحلة أبو الوفا، زوجة محرمة، ضحك ولعب ومزيكا، ضمير أبلة حكمت، غريب، مسجل خطر، ناس هذا الزمن، اقرأ، الخروج من الجلد، الراقصة والسياسي، العزف على أوتار ممزقة، العقرب، آن الأوان، جواز عرفي، حفنة من الرجال، قضية سميحة بدران، أرملة رجل حي، الإرهاب، الزائرة، العجوز والبلطجي، الكهف، حدث في بيت القاضي، طارق من السماء، يا عزيزي كلنا لصوص، اغتيال مدرسة، الباقية تأتي، البيت الكبير، الواحدة بعد منتصف الليل، بطل من ورق، تحدي الأشرار، غرام الأفاعي، لم يعد الزمن، نهر الخوف، نواعم، أحلام مبروكة، أذكياء ولكن، الضابط والمجرم، المرأة الحديدية، بكيزة وزغلول. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.